السلام عليكم. هنعمل مع بعض بسبوسة الدمياطي. البسبوسة دي بقى بسبوسة المصانع الدمياطي. اه ده نص كيلو بسبوسة اهوتي، فرغته في الطبق اهوتي، واحط معاه 3 معالق اهو، 3 معالق 3 معالق بشر جوز الهند اهوتي، 3 معالق، ودول ومعلقة دي معلقة بيكنج باودر بس مش مليانة. دي البسبوسة اقلبهم على بعض، المكونات اقلبها على بعض الناشفة اهي، وهنسيبهم بقى دولت على جنب. وبعد كده يا حبايبي بقى هنكرمل بقى السكر اهو، ده السكر وده السمنة اهيتي، وده العسل الجلوكوز. وهنكرمل بقى السكر للبسبوسة. هنعمل بسبوسة بالمكرملة اهو. هنسيب كده الوقت بتاع نسيبتها سخنت شوية على الطاسة، ونحط السكر فيها ونقلب بقى. ما هقلبهاش الوقت الا لما احس اللي هي بدأت تكرمل بقى. ايوه تاني، ده السكر. مش هقلب ولا احط فيه المعلقة دلوقتي الا لما احس اللي هو بدأ يتكرمل. السكر ده اسمها بسبوسة مكرملة اهي. انا بفرده عشان ما يبقاش حتة تقيلة وحتة خفيفة اهوت يا حبايبي كده. السكر عشان هنكرمله، هنعمل بسبوسة مكرملة بالسكر مكرمل زي بتاعة المصنع بالظبط. يمكن تكون احسن كمان من عمايل المصنع اهي. هنقلب بقى اهي، بدأ السكر من تحت اهو عشان ما يتحرقش. لو السكر اتحرق مش هيبقى طعمه وحش، يدي طعم وحش. بقلب السكر بقى اهو من تحت والفوق عشان ما يتلدعش ولا يتحرق. تمام كده. ده السكر، هنعمل بسبوسة بالسكر مكرمل. اما نخلص كرملة كده هنحط بس اما نخلص الكرملة القلوة بتاع السكر، وبعدين هنحط بقية المقادير بتاعتها بقى ان شاء الله. بدأت تكرمل اهي معانا. السكر بقى يكرمل، بدأ يكرمل اهو، بقى ياخد بده لون تاني اهوتي. انا عاوزاها لون بني اهو. تمام كده كده الوقت هنخلص بقى الكرملة ونحط بقى كوباية اللبن. تمام يا حبايبي، السكر اهو بكرمل بكرمل اهوتي. انا بسكت بس يعني على على اساس تشوفهم انا بعمل ايه. ما بسكتش عشان حاجه كده. خلاص الكرمل اهوتي السكر، هنحط اللبن بس لازم نقعد نقلب على طول عشان ما هو كله هيمسك في جرمزه واحده كده وجرمز. بس من كتر التقليب هيفك في ساعتها، مش هيجرمز. اما نحط اللبن السكر ده هيجرمز. هنحط كوباية اللبن، بعد كده هنقعد نقلب لما هيقوم فاكك تاني وما فيش اي حاجة مجرمزة خالص. ادي اللبن اهي كوباية اهي كده. الكرمل السكر كرمل ازاي مسك اهوت. هنقعد نقلب بقى لما يفك بقى، نقلب جامد لما يفك الكرمل ده بقى، هيفك ان شاء الله وهيبقى زي العسل اهو. هنقعد نقلب بقى لما يفك خالص اهو. بدأ يفك اهو، بقى اول بوله اهوت. انا بقول لكم تفاصيل اول بوله فك اهوت، بدأ يفك اهوت الكرمل. وهنحط بقى بعد ما يفك الكرمل ده هنحط بقى السمنه، حته سمنه بلدي وحته زبده على بعض محطوطين مع بعض. يعني معلقتين سمنه بلدي ومعلقتين زبده، ما هنحطهم بس اما الكرمل ده يفك خالص خالص خالص، ما يبقاش فيه حاجه ماسكه خالص. وبعد كده نحط كده، وبعدين الكرمل خلاص كده بيفك شويه بشويه اهو. خلاص فك كده تمام. هنحط بقى السمنه. دي السمنه بقى البلدي دي سمنه بلدي وزبده، نصها سمنه ونصها زبده. تمام كده خلاص. هنسيبها بقى تسيح السمنه، وبعدين بقى هنجيب بقى المقادير اللي انا البسبوسه اللي انا مقلباها، هنجيبها ونحط بقى دي هنحطها على دي بقى. بعد ما يفك بقى السمنه هنحطها على دي بتاع كراميل، بتاع كيس كراميل بتاع كريم كراميل، كيس حطاه ايوه كده. السمنه خلاص كده. هنحط بقى هنحط بقى المقادير بتاع البسبوسه اللي انا مقلباها وحطها في جنب. هنحطها بقى دلوقتي.
ده كيس كريم كراميل اهوت، الكيس الكراميل بتاعه، عشان بدي منظر حلو برضه، يبقى طعم حلو وبخلي الشكل حلو. نروح بقى للبسبوسه اهي، نقلب بقى. شوف مقاديرها جميله ازاي وسايحه ازاي وجميله ما شاء الله. هي البسبوسه ما بتتعجنش بالمعلقه بتتقلب وكده. انا دلوقتي شغلت الفرن، هحطها على طول في الفرن ساعه ما ما اخلص تقليب. انا عكه الصينيه حته سمنه وهحطها في الصينيه اهي، تمام كده. واسيبها بقى واحطها على طول في الصينيه، اخبطها بس خبطتين على الرخامه. وبعد كده هحط عليها سوداني، هفرد عليها السوداني على وشي واحطها بقى تتحمر. ومش هتتقطع، انا مش هقطع البسبوسه ديت الا تاني يوم، على ما تمسك وتتحط في التلاجة وتمسك وتبقى بسبوسه. في تاني يوم ان شاء الله هقطعها، مش هقطعها النهارده، في يومها يعني. هحطها في تاني يوم، دي السوداني يوم متحمص وحطها اهوتي. بعمل له ورد اهوت في الوسط، وبرصه بقى كده رصه واخلص بقى واحطها في الفرن بقى اهي. ما شاء الله جميله ازاي، احسن من بتاع المصنع والله العظيم. والله العظيم انا اكلت منها اهي خرطتين، احسن من معموله جاهزه، لانها معموله بالسمنه البلدي، بالزبده والسمنه البلدي اهي. اتحطت كده تمام، خلاص كده طلعت من الفرن اهي. هنحطها في التلاجة بقى ان شاء الله لبكره، هنقطعها ونكد وناكل منها بقى. بس لسه هحط لها الشربات بتاعها بقى. الشربات بتاعها عسل، عسل نحل مش شربات. انا حاطه لها عسل نحل مش شربات اهو. ده عسل نحل مش شربات اهو. حط ما شاء الله، هو ده عسل نحل مش شربات. حط لها 3 معالق عسل نحل، تمام كده خلاص. هنسيبها بقى لبكره ان شاء الله، ونقطعها بقى ونراكم وهي متقطعه ومتخرطه، وهوريها لكم بقى وتشوفوها ان شاء الله بعد ما ما اطلعها من التلاجة تاني يوم، مش يومها، تاني يوم. واقطعها واوريها لكم في الطبق، وهوريها لكم شكلها ازاي وطعمها اهي. انا قطعتها اهو، ومنظرها جميل ازاي. ما شاء ما شاء والله والله احسن من الجاهزه. ما شاء الله على طعمتها وحلاوتها، ما شاء الله. وبالهنا والعافيه للي ياكل. انا باكل منها اهو، بوريها لكم اهي. شوف بعملها ازاي وبوريها لكم عشان تشوفوا حلاوتها وتشوفوا طعمتها. وما شاء الله على طعمتها، ما شاء الله عليك يا دي البسبوسه وحلاوتك. وحاجه نظيفه، وعاملاها في بيتك، وعاملاها بايدك، وعارفه انت عاملاها ازاي. ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي، مع السلامه يا حبايبي.